ازاي فاشل بقى انجح مخترع في التاريخ، فشل 1000 مرة وخلانا نشوف النور. تعال اقولك، لو العالم كله قالك انك فاشل، خليك زي عمنا توماس اديسون واسمع صوتك انت بس، وصدق نفسك وآمن بنفسك وبقدراتك. ما تسمحش لكلامهم السلبي ياخدك تحت، لانهم اصلا تحت. توماس اديسون اتولد سنة 1847، كان طفل غريب قوي في نظر كل اللي حواليه، يعني بيسأل كتير وفضولي وبيفك كل حاجة حواليه، لدرجة ان المدرسة بتاعته في المدرسة طردته وقالت لأم اديسون ابنك غبي وفاشل يا ام اديسون ومش هينفع في التعليم. بس ام اديسون كانت شايفة حاجة تانية خالص وما استسلمتش، وسحبته من المدرسة بهدوء وقالت له انا هعلمك بنفسي في البيت. كبر اديسون وبدأ يجرب ويخترع، وفشل اكتر من 1000 مرة عشان يخترع اللمبة. الناس قالت عليه مجنون وقالوا له انت فاشل، ارحم نفسك وارحمنا. رد قال لهم جملته الشهيرة: انا مش فاشل، انا ما فشلتش 1000 مرة، انا بس لقيت 1000 طريقة ما بتشغلش بيها اللمبة. وفي الاخر اخترع لنا المصباح الكهربي وغير بيه العالم كله، وسجل اكتر من 1000 اختراع باسمه، من ضمنهم الميكروفون والجرامافون وكاميرا الافلام اللي احنا بنتصور بيها. ولما مات اديسون سنة 1931، نيويورك بجلالة قدرها طفت كل انوارها دقيقة احداد عليه، تكريما للراجل ده اللي نور العالم كله. عايز اقول لك ان الفشل مش نهاية، الفشل بداية النجاح العظيم. الفشل بيعلمك تفكر بطرق جديدة ومختلفة. اوعى تسمح او تسمع لحد بيحبطك. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك الجميل منكم، وتصلوا على سيدنا محمد في التعليقات عليه الصلاة والسلام، واشوفكم في فيديو جديد.